مرة دكتور لا أعرفه ولا يعرفني، قال لي أنت من شنت حيوان؟ قلت له رحم الله والديك. قال أقصد من شنت حيوان منوي، كان وياك 200 مليون حيوان منوي غيرك، أنت الوحيد من بين هاي الحواوين. قلت له رحم الله والديك اللي قدرت توصل وتلقح البيض وصرت إنسان كامل مكمل مثل ما أنت اليوم. قلت له زين دكتور، وال200 مليون حيوان اللي كانوا وياي ذولا وين راحوا وليش انخلقوا اذا كان وجودهم ما له فايده؟ بالاخير انا الروح الوحيده اللي وصلت وهم راحوا، هم مو ارواح؟ قال ها ارواح. انا ما افيدك بسالفه الارواح لان انا منهج علمي، فانت روح شوف لك شيخ يجاوبك على هذا السؤال. فرحت لقيت الشيخ، قلت له شيخنا السلام عليكم، هاي السالفه. قال لي انت من شنت؟ قلت له حيوان. قال لا، انت من شنت بعالم الارواح، روحك انخلقت قبل جسمك بالاف السنين، يعني هذا الحيوان المنوي وما يليه لحد الشهر الرابع هذول ما يمثلونك، انت روحك تدخل بجسمك بالشهر الرابع، يعني هذا الحيوان ما يمثلني الياس. قال لي ما حشاك. رجع للدكتور، قلت له دكتور انت تجاوزت علي، طلع هذا الحيوان ما يمثلنا اصلا، واصلا مو مهم انا روحي تدخل بجسمي بالشهر الرابع. قال ها مو مهم؟ قلت له اي مو مهم. قال زين وجنسك منو حدده؟ روحك؟ قلت له ها. قال لي انت من صرت ذكر؟ شلون صرت ذكر؟ لا ما ادري. قال انت من شنت حيوان؟ قلت له دكتور ترى مسختها. قال خل اكمل، انت من شنت حيوان منوي كان اكو شي ديك اسمه كروموسوم، هذا الكروموسوم اذا واي تصير ذكر واذا اكس تصير انثى، يعني انا تحددت في البدايه اول ما دخلت قلت له غالي رجعت للشيخ، قلت له شيخنا روح ذكر لو انثى؟ قال الروح لا ذكر ولا انثى. قلت له جاشني؟ قال الروح ما لها اي تعريف جنس. قلت له شلون صار الانسان ذكر؟ قال الجنس هو اختبار للروح، الروح اذا دخلت بجسد ذكر المفروض منها تتحمل التحديات والاختبارات اللي يتعرض لها الذكر بحياته، كذلك الأنثى تواجه تحديات وصعوبات تتعلق بجسمها كأنثى. قلت له حلو. رجعت للدكتور، قلت له دكتور، قال أنت شو تريد؟ قلت له اعطيني حبوب راس هلك وفليهليك.